قاعدة تتكلم مع حبيبها بس فجأة اختفى من قدامها واكتشفت إن كل ده كانت بتكلم نفسها، وطول الوقت بتبقى زعلانة وعمالة تعيط وقلبها خلاص مبقاش مستحمل اللي بيحصل. بس بيحصل لها صدفة هي ما كانتش تتوقعها خالص بتخليها تحس بالحب تاني بعد ما كانت نسيته. حياتها بتتلخبط جامد وكل شوية بيحصل لها مفاجآت. بس قبل ما يحصل كده ميرا كانت قاعدة في الكافيه وبترسم، وجون حبيبها عمل لها مفاجأة وجه من غير ما يقول لها. حضنته وكانت مبسوطة قوي إن هو جه، وكان جايب لها الحاجات الحلوة اللي هي بتحبها، وقاعدين يضحكوا ويهزروا سوا واتفقوا ان هما يتقابلوا بالليل. وقام عشان يمشي عشان الشغل بتاعه، بس هي مسكته وما كانتش عاوزه تخليه يمشي. وريته الرسمه اللي هي رسمتها له وعجبته قوي. سلموا على بعض وبيقول لها انه بيحبها، وهي كمان بتقول له ان هي بتحبه قوي. وهو ماشي من قدام الكافيه كانت عماله بتبص له وبتضحك له، بس فجاه الضحكه اللي على وشها دي اختفت لان شافت ان في عربيه خبطت جون وموتته. بعد اللي حصل ده بسنتين حياتها وقفت خالص وسابت شغلها وقاعده في البيت بتاع ابوها وامها، لان نفسيتها لسه متاثره بعد موت جون، وهي حاجه صعبه عليها لانها كانت متعلقه بيه وفجاه كده سابها لوحدها ومات. سلمت على ابوها وامها وخدت العربيه بتاعت جون ومشيت عشان تروح البيت بتاعها وتحاول ان هي تكمل حياتها تاني. اول ما وصلت سوزي صاحبتها كانت مستنياها وبتقول لها ان هي وحشتها قوي لانهم بقالهم مده طويله ما تقابلوش من ساعه اللي حصل. بالليل قاعدين في المطعم وبيلعبوا لعبه كده هم بيحبوها. مول اللي هو صاحب المطعم جه وجاب لهم السندوتشات اللي طلبوها، وبيقول لها انه سمى السندوتش ده على اسمها لان هي اللي بتحب تحط البطاطس جوه السندوتش فسماها على اسمها. وبيقول لها ان هي وحشته قوي من ساعه ما بطلت تيجي. وبيقول لصاحبتها انت مش وحشاني خالص عشان انت على طول موجوده. وبيقول لها انا فاهم اللي حصل لك ده صعب قوي ومش هيبقى سهل ان انت تنسي، عشان فجاه الانسان اللي انت بتحبيه ومتعلقه بيه اختفى من حياتك، وان هو عاش نفس الحاله اللي هي فيها دلوقتي لما مراته ماتت. وبيقول لها انه عمل حاجه حلوه قوي، الحاجه دي خليته ما يبقاش حاسس بالحزن الجامد اللي كان عايش فيه على طول. واللي عمله انه لما بيروح البيت ويقعد يتعشى بيبقى حاسس ان مراته موجوده معاه، وبيحكي لها اللي حصل في اليوم بتاعه واي حاجه هو بيبقى حاسسها بيقولها لها. وقال لها انا متاكد ان انت كمان هتقدري تعدي من الموقف الصعب ده. روب قاعد في الشغل بتاعه وبيشوف اغنيه لسيلين ديون عشان قريب هيعمل معاه لقاء. هو بيشتغل صحفي في موقع للاخبار ومهتم بمجال الموسيقى. ليزا صاحبته اللي معاه في الشغل جت وبتديله تليفون جديد، بس هو قال لها انا معايا تليفون ومش محتاج واحد تاني. قالت له لا ده مش تليفون ليك انت، صاحب الشغل قال ان لازم كل الموظفين يبقى معاهم تليفون خاص بالشغل وبس. وبتتكلم معاه هي وبيلي صاحبه انه لازم يشوف واحده عشان يرتبط بيها لان هو دلوقتي 35 سنه ولسه ما فيش واحده في حياته. وبيقول لهم لا انا مش مهتم بالموضوع ده دلوقتي خالص. بالليل وهي قاعده لوحدها في البيت قالت تعمل زي ما مو صاحب المطعم قال لها، هتتخيل ان جون موجود وتقعد تتكلم معاه وتحكي له عن اي حاجه هي حاسه بيها. مسكت التليفون بتاعها وقعدت تكتب رسائل فيها كل الكلام اللي هي عاوزه تقوله، وبتبعت الكلام ده لرقم الموبايل اللي كان مع جون. روب قاعد ومتابع ماتش سله شغال في التلفزيون عشان هو بيحب السله، وهو قاعد بيتفرج النور اتقطع ولقى ان كل الرسائل اللي ميرا بتبعتها وصلت له على التليفون بتاعه اللي هو التليفون الجديد اللي واخده من الشغل، لان شركه الموبايل بعد ما جون مات خدوا الخط بتاعه وباعوه تاني، وده الخط اللي موجود دلوقتي مع روب. والصبح وهو ماشي وبيقرا الكلام اللي هي بعتاه خبطوا في بعض بالصدفه، وهو في الشغل كان بيقرا كتاب عن سيلين ديون ولقى ان في رسائل وصلت له تاني على الموبايل بتاعه. شك في ليزا ان هي اللي بتبعت له الكلام ده، واللي اكد له كده ان هو لما بص لها لقاها بتغمز له، بس هي ما كانتش تقصد وعينيها كانت وجعاها بجد. خدها في جنبه وبيتكلم معاها وبيقول لها بطلي بقى اللي انت بتعمليه ده، وهي واقفه ومش فاهمه حاجه. قال لها الرسائل اللي انت بتبعتيها انت شكلك عاوزانا ندخل مع بعض في علاقه وانا ما عنديش مشكله. قالت له لا طبعا، ايه القرف اللي انت بتقوله ده، علاقه ايه اللي هنخش فيها، انت قد ابويا اساسا. فقال لها قد ابوك ازاي، انا عندي 35 سنه يعني اكبر منك بكام سنه بس. شافت الرسائل اللي موجوده على الموبايل وبتقول له خد بالك عشان ده شكله نصاب وممكن يسرق رصيد التليفون بتاعك. قابل سيلين ديون وقال لها حاجه مستفزه شويه، بيقول لها ان الاغاني بتاعتها اللي بتتكلم عن الحب دي مجرد اغاني وخلاص وملهاش علاقه بالواقع ولا فيها اي احساس بجد. فردت عليه وبتقول له طيب ما تتكلمش عن الحب لان انت شكلك ما تعرفش اي حاجه عنه. هي وسوزي قاعدين مع بعض في نفس البيت، وسوزي دخلت على النت وبتستخدم تطبيقات على الموبايل عشان تشوف لها حد تقابله وترتبط بيه وتطلع بقى من الحزن اللي هي عايشه فيه على طول. وميرا بتقول لها هم كلهم نفس الستايل كده، حاطين الصور بتاعتهم ومش لابسين تيشيرت او قميص او اي حاجه، هم فاكرين ان كده حلو بس شكلهم اي كلام وانا ما عنديش استعداد ان اكلم اي واحد منهم. بس سوزي ما اديتهاش فرصه وبعتت لواحد منهم على انها هي ميرا وحددت لها ميعاد معاه عشان تروح تقابله. روب كان في الشغل ولقى ميرا بعتت رساله على رقم الموبايل بتاع جون، وكانت بتقول لجون ان هي هتروح مطعم بالليل وتقابل واحد من على النت عشان تقعد معاه وتتعرف عليه. روب بيقول لهم انه هيروح دلوقتي المطعم اللي ميرا قالت ان هي تبقى موجوده فيه عشان يشوف شكل اللي بيبعت له الرسائل دي. ليزا قالت لبيلي يروح معاه عشان ممكن يكون
اللي بيبعت له الكلام ده نصاب او حاجه، فهي قلقانه عليه. سوزي وصلتها المطعم اللي هتقابل فيه الشاب اللي هي جايبه لها من على النت، وبتقول لها ان جون مات خلاص وما تخليش الماضي يبقى مسيطر على حياتها كده، وتحاول تمشي الموضوع مع الشاب اللي هتقابله ده عشان تحب من تاني وتعيش حياتها بشكل طبيعي. روب وبيلي موجودين دلوقتي في نفس المكان وقاعدين بيحاولوا يشوفوا مين ده اللي بيبعت الرسائل. ميرا عدت من جنبه وبيقول لبيلي ان هو حاسس انه شاف البنت دي قبل كده وان هي اللي بتبعت له الرسائل. قال له لا يا عم مش هي، ده انت لو بصيت هتلاقي الناس كلها ماسكين التليفونات بتاعتهم وقاعدين بيبعتوا رسائل دلوقتي، وبعدين دي قاعده مع حبيبها قدامك اهو شكلهم منسجمين مع بعض وهي بتحبه. مشيت مع اللي قابلته في المطعم وطلع انه كان مقابلها اصلا عشان يدخل معاها في علاقه، بس هي ما كانتش موافقه على الكلام ده، ولما لقاها كده مسك التليفون بتاعه عشان يشوف واحده تانية. فقالت له هو انت دلوقتي بتعمل ايه؟ انت ماسك التليفون وبتشوف واحده تانية واحنا لسه مع بعض؟ قال لها ما انت مش راضيه ندخل في علاقه فبشوف واحده تانية عشان لازم اعمل علاقه دلوقتي لان جسمي نسبه الدهون بقت عاليه فيه وانا عاوز انزل النسبه دي. قالت له طب افتح الباب وامشي يلا، انت عاوز تعمل علاقه عشان تنزل الدهون؟ ده انت لو جريت شويه هتنزلها. قعد مع سيلين ديون وبيتكلموا سوا وطلع انه كان بيحب قبل كده بس العلاقه بتاعته كانت فاشله وما كملتش لان اللي كان بيحبها سابته، فمن ساعتها قال ان الحب ده حاجه اي كلام وانه مش هيحب تاني خالص. فقعدت تتكلم معاه في الموضوع ده وبتفهمه ان الحب حاجه جميله ومش معنى انه كان له علاقه فاشله انه مش هيحب تاني ودي بقى خلاص كده نهايه العالم، ولازم يجرب تاني لغايه ما يلاقي فعلا واحده تكون بتحبه بجد. وحكى لها على موضوع الرسائل اللي بتجيله وبيقول لها انه حاسس انه بيحب اللي بتبعت له الرسائل دي من كلامها بس وانه ما شافهاش خالص قبل كده، فبتشجعه انه يحاول يكلمها وان الحب مليان حاجات مش منطقيه بتحصل وانه ملوش قوانين او حاجه يمشي عليها. بقالها فتره ما بتبعتش اي حاجه على الرقم بتاع جون، ومن ساعتها روب بقى متضايق وكل شويه يمسك التليفون بتاعه ويبص فيه عشان مستنيها تبعت اي حاجه. بيلي خد منه التليفون عشان لقى ان الموضوع ده شاغل دماغه على طول وهي كده ممكن ما تبعتش رسائل تاني خلاص، فعاوزه بقى انه يسيبه من الكلام ده ويعيش حياته بشكل طبيعي تاني. روب اتضايق وطلع يجري وراه عشان ياخد منه التليفون تاني، بيقول له سيبك بقى من الموضوع ده خلاص هي مش هتبعت لك حاجه تاني. بس فجاه لقى التليفون رن وبعتت رساله فسابه له وطلع يجري بعيد عنه. بعتت كلام بس هو مش فاهم منه حاجه، فليزا بتقول له ان الكلام اللي هي بعتها ده بتاع اغنيه موجوده في الاوبرا، بقى يروح الاغنيه دي في الاوبرا كل يوم ومتاكد ان هيجي يوم وهي تكون موجوده هناك ويتقابلوا، واللي هو توقعه حصل وشافها هناك. واول ما شافها جاله احساس كده وكان متاكد ان دي هي خلاص اللي بتبعته. ابتدى يتكلم معاها وتعرفوا على بعض وبيقول لها انه عاجبه الفستان بتاعها قوي والكوتشي الشبابي اللي هي لابساه لانه بيحب نفس الستايل، وهي كمان حاسه ان هي تعرفه من قبل كده وفي حاجه شدها ناحيته. خد رقم تليفونها عشان يبقوا يتكلموا بعد كده، وهي ماشيه كانت متلخبطه وخبطت في الناس اللي قدامها. لما عرف اسمها دور عليها وجاب صفحتها على الفيسبوك وشاف شكل جون حبيبها اللي هي بتبعت له الرسائل اللي بتوصل، وبعتت رساله بتقول لجون ان هي شافت واحد في الاوبرا ومعجبه بيه وهو شايف كل الكلام اللي هي بتبعته عادي. اصحابه كانوا مبسوطين لما قال لهم ان هو اتكلم معاها وخد تليفونها، وبيلي قال له دي بتتصل بيك دلوقتي، وروب اتلخبط وبيقول لهم انا مش عارف اعمل ايه، فقالوا له خد التليفون وكلمها، واتفقوا ان هم هيتقابلوا بالليل ويتعشوا مع بعض. سوزي كانت مبسوطه عشان ميرا هتنزل وتقابل حد وتدي لنفسها فرصه تانية ان هي تحب بعد ما جون مات. روب قابلها في المطعم وخدها في حضنه وطلع ان هما الاتنين لابسين كوتشيات شبابيه زي بعض. بس قبل ما نكمل اللي حصل عاوز اقول لكم ان في جيف اواي على 10 اكونتات نتفليكس عشان تشوفوا كل الافلام والمسلسلات اللي انتوا بتحبوها كامله وبأعلى جوده، وعشان تدخل معانا المسابقه دي اعمل لايك للفيديو وسيب تعليق، ولو الفيديو خلال اسبوع وصل ل 30,000 لايك هنبتدي نختار الناس اللي كسبت بشكل عشوائي وانت ممكن تكون واحد منهم. واشترك في القناه وفعل الجرس عشان ده بيشجعني اعمل لك ملخصات اجمد من كده. وهما بياكلوا كان بيحطوا بطاطس جوه السندوتش وبتقول له ان هي كمان بتحب تعمل كده، وكده هما متشابهين في الحاجات اللي بيحبوا يعملوها وبيضحكوا ومبسوطين ان هما بيتكلموا مع بعض. بيتمشوا وبيتكلموا ووقفوا في جنينه وكان في واحد بيعزف موسيقى وقعدوا يرقصوا على الموسيقى دي. فضلوا قاعدين سوا لغايه الصبح وهو بيقول لها انه معجب بيها وهي كمان بتقول له ان هي معجبه بيه، واتفقوا ان هم بالليل هيتقابلوا. واقفين بيحاولوا يطبخوا حاجه عشان ياكلوها بس الاتنين ما بيعرفوش يطبخوا وبهدلوا الدنيا خالص، وبعد ما بوظوا الاكل كلوا حاجه جاهزه من اللي موجوده في البيت. وبتحكي له على جون وان هي كانت بتحبه ومات لما خبطته عربيه كان سايقها واحد سكران، وهو بيقول لها انه بيحب كره السله عشان بتخليه يتعرف على ناس من بلاد مختلفه ويعمل علاقات. بس وهو بيكلمها كانت مطمنه خالص ونامت على صوته، وبعد كده شالها طلعها الاوضه بتاعتها ونزل قعد تحت شويه، وصاحبتها لما جت اتخضت منه وضربته، بس لما فكرت شويه فهمت ان ده يبقى روب صاحب ميرا اللي هي نزلت معاه. وفضل قاعد يتكلم مع سوزي لغايه الصبح وكانوا بيفطروا سوا، وميرا لما صحيت كلمته بسرعه وقالت له ان هي مستعجله وسابته ومشيت. قاعده في العربيه بتاعت جون وبتعيط عشان هي حاسه ان لو حبت حد تاني هتبقى كده بتخونه. قاعد مع سيلين ديون وقال لها انه قابل البنت اللي كانت بتبعت له رسايل وان
هما متشابهين مع بعض في حاجات كتير وبيحبها وعاوز يرتبط بيها. المساعده بتاعت سيلين ديون بتوريها غلاف هينزل في مجله او حاجه، بس ما كانش عاجبها خالص. قال لها ان ميرا بترسم كويس قوي وممكن هي اللي تعمل لها التصميم بتاع الغلاف، وهو متاكد انها تعمل لها حاجه هتعجبها. سيلين ديون اتصلت بيها وما كانتش مصدقه ان هي بتكلم سيلين ديون، فغنت لها حته من اغنيه الاول عشان تخليها تصدق، وبعد كده اتقابلوا وقالت لها على التصميم اللي هي عاوزاه. ماشيه مع روب وبتقول له ان لغايه دلوقتي مش مصدقه ان هي قبل سيلين ديون، وكمان سيلين ديون طلبت منها شغل عشان تعمله. بيلعبوا سله مع بعض وبتقول له انت لو كسبت هاجي معاك البيت عندك ونقضي بقى طول اليوم هناك. رمت الكوره بعيد وخلته يكسب عشان هي عاوزه ان هما يقضوا وقت مع بعض في البيت عنده. كانوا قاعدين بيتكلموا سوا، وبعد كده روب سابها ودخل الحمام عشان ياخد دش. كانت واقفه قدام اللابتوب بتاعه وشافت ان موجود عنده كل الرسائل اللي كانت بتبعتها لجون، ولما طلع من الحمام بتقول له انه كان بيكذب عليها وما قالهاش انه معاه رقم التليفون بتاع جون، وانه كان بيشوف كل الكلام اللي هي بتبعته، وانه استغل ده عشان يضحك عليها، وهي كانت فاهمه ان اللي حصل ده كله صدفه وان هو بيحبها بجد، بس اكتشفت عكس كده. حاول يفهمها انه كان عاوز يقول لها بس كان خايف ان لما يقول لها تزعل وتسيبه. بتقول له انت كان لازم تفهمني حاجه زي كده قبل ما تدخل معايا في علاقه، وزعلت منه وسابته ومشيت. وعدى وقت على اللي حصل ده ومن ساعتها ما بيتكلموش. بس روب عمل حاجه مجنونه ونزل مقاله على الموقع بتاع الشغل بتاعه، وكتب انه كان بيحب ميرا بجد وما كانش يقصد يكذب عليها، بس كان خايف عشان ما تسيبهوش بعد ما اتعلق بيها. والناس كلها شافوا الكلام اللي هو كتبه وتأثروا بيه، وليزا صاحبته كانت بتعيط لما شافت الكلام اللي هو كتبه. سيلين ديون كلمتها وبتقول لها ان هي تديله فرصه تانية، بس لو هتسامحه يبقى في عقاب، زي مثلا ان هي تخليه يغسل المواعين مدى الحياه. وروب كان بيدور عليها عشان يقابلها، بس هي بعتت له على الموبايل بتاعه، ولما بص وراه لقاها موجوده. بيتكلموا سوا وبتقول له ان هي مستعده تسامحه بس ما يكدبش عليها في اي حاجه تاني، وان هو هيغسل المواعين مدى الحياه زي ما قالت سيلين ديون. هتلاقيني سايب لك اسم الفيلم وكل التفاصيل في اول تعليق. اشترك في القناه وفعل الجرس، واحلى سلام عليك يا بشواتي.